السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اولا كده قبل ما نتكلم نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكونوا بخير وتكونوا فاكريني. ان شاء الله هنشرح اول مادة مع بعض، مادة المنشآت المالية. طبعا احنا عارفين ان المنشآت المالية بتنقسم لقسمين، اللي هو قسم البنوك وقسم التأمين. احنا ان شاء الله هنشرح اول حاجة قسم البنوك. تمام يا شباب؟ تمام. اول حاجه تعالى ناخد نبذه كده عن ايه، عن الميزانيه العموميه وقائمه الايه، قائمه الدخل. اولا عمليات قسم الخزانه. طبعا عارفين ان الميزانيه العموميه ده شكل الميزانيه. طبعا عارفين ان هنا الاصول، الخزانه طبعا في الاصول حسابات الجاريه المدينه. حسابات الجاريه المدينه ده الايه، دي العملاء اللي واخده قروض مثلا من البنك. تمام يا شباب؟ تمام. تتحط هنا في الحسابات الجاريه المدينه في الاصول، دي اصول متداوله طبعا. وعندك هنا الحقوق الملكيه اللي هو ايه، رأس المال أو اللي هو المحقق من هنا من قائمة الدخل، سواء كان ربح أو خسارة بيجي هنا في رأس المال في حقوق الملكية. وعندك هنا الالتزامات اللي هي الحسابات الجارية الإيه، الدين. طبعا دي من ضمن الالتزامات. الحسابات الجارية الداينة دي العملاء اللي فاتحين حساب فين، في البنك. أي عامل فاتح حساب في البنك بيبقى اسمه إيه، الحسابات الجارية الإيه، الدين، لهم فلوس يعني. تمام. تعال نشوف مع بعض هنا. طب نشوف قائمة الدخل. طبعا عارفين ان قائمة الدخل اللي هو ايرادات ومصروفات، وبنطرح من الايرادات المصروفات، والصافي قائمة الدخل بيروح هنا في ايه، في حقوق الملكية. تعال نشوف، نختار اول حاجة بيقول لك تعتبر الحسابات الجارية المدينة ضمن بنود. طبعا احنا عارفين ضمن بنود ايه، الاصول. اعمل لك هنا اصول التزامات حقوق ملكية، اصول. تعتبر فوائد الحسابات الجارية المدينة ضمن. طبعا دي فوائد الحسابات الجارية المدينة. هو أنا لما يبقى عميل، طبعا إيه حسابات جارية مدينة في الأصول، لما يبقى عميل واخد قرض من البنك، هو مش البنك بيعمل له على القرض فوائد؟ طبعا بيديله فوائد على القرض. مش هو ما بيديلوش، هو بياخد منه فوائد على القرض اللي هو اداهوله. يعني مثلا لو اداله بعشرة، اداله 10,000 قرض ب10% مثلا فوائد، يبقى العميل هيسدد 11 بدل 10، هيسدد ايه، 11. فدي بالنسبة لل... لل... للبنك إيراد. لما ناخد أو اسمه ايه بقى، فوائد الحسابات الجارية المدينة، اللي هي الفوائد اللي أنا باخدها من العملاء اللي أنا بدون قروض. طبعا بتتحط، دي بتبقى إيراد، فبتتحط في جانب الإيه، الإيرادات اللي هو إيه، إيراد الفوائد. تمام. أي إيرادات، مصروفات، التزامات، طبعا إيرادات. تمام. ولك تؤدي العمولات أو المصروفات البنكية إلى زيادة، نقص، عدم التأثر على أرصدة الحسابات الجارية الداينة. طبعا دي نقص. البنك يا شباب، سواء بيدي قرض، بيعين فلوس للناس عنده، أو بيديهم قروض، هو بياخد عمولات ومصروفات. فطبعا العمولات والمصروفات دي طبيعتها ايه، دي هتبقى في جانب ايه، في جانب الإيرادات. أو مصروفات وعمولات في جانب الإيرادات، دي بالنسبة للبنك إيراد. سواء بقى انت عامل واخد قرض، إيه، انت فلوسك هنا في البنك كده كده هتدفع ايه، عمولات ومصروفات. فالعمولات والمصروفات تؤدي إلى نقص على أرصدة الحسابات الجارية الإيه، الدين. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض إيه عمليات قسم الحسابات الجارية، سواء بقى إيداع، سحب، فوائد، مصروفات وعمولات. هنشوف كل ده مع بعض. أول حاجة في قسم عمليات، اللي هو عمليات قسم الحسابات الجارية، أول حاجة إيه، الإيداع في الحسابات الجارية، سواء مدين أو مقترض. دي الحسابات الجارية المدينة، دي الحسابات الجارية الإيه، الدين، مدين أو دائن. تمام. بالنسبة للمدين اللي هو المقترض، اللي هم العملاء اللي واخدين قروض، لما يجي يعمل إيداع في البنك، يعني هو مثلا عليه 10,000، جاب 5,000 من إيه، من القرض. فال5,000 اللي هو دفعهم دول بالنسبة للبنك إيه، 5,000 لما هو يروح يدوم للبنك، طبعا بالنسبة للبنك الخزينة بتاعت البنك إيه، هتزيد، لأنه واخد 5,000. طبعا فالخزينة طالما زادت هتتحط في جانب إيه، المدينة. هي كده كده طبيعتها مدينة، زادت مدينة، قلت دين. فطبعا زادت لأنه واخد فلوس من المدين، هتبقى من حساب الخزينة
إلى حساب الحسابات الجارية المدينة. آسف يا شباب، الحسابات الجارية المدينة. ليه حطيناها ليه هي في الدائن؟ لأن هي طبيعتها مدينة. لو زادت مدين، لو قلت دين. هتبقى الإيداع بالنسبة للمدين هتبقى من حساب الخزينة إلى حساب الحسابات الجارية المدين. تمام، اللي هو المقترض. طب تعالى بقى نشوف الإيداع في الحسابات الجارية الداينة. نفس الكلام. عندك عملاء فاتحين حساب في البنك، حاطين فيه فلوس، اللي هم أصحاب حصالات. هم مش واخدين قروض، لأ، ده هم ليهم فلوس في البنك. لما يجيب الفلوس ويروح لما يجيب فلوس كمان ويروح يديها للبنك، طبعا بالنسبة للبنك الخزينة بتاعت البنك هتزيد. هتبقى من حساب الخزينة اللي هو إيداع، من حساب الخزينة إلى حساب الحسابات الجارية الداينة. طب هي ليه هنا في الجانب الدائن؟ هقول لك يا شباب، لأن هي طبيعتها الحسابات الجارية الداينة طبيعتها داينة. لو زادت داينة هتفضل داينة. تمام يا شباب. تمام، دي كده بالنسبة للإيداع. طب تعال نشوف السحب. لو واحد مدين اجى سحب، طبعا قلنا الحسابات الجارية المدينة طبيعتها مدينة. لو زادت هتبقى مدينة. هو سحب فلوس، فالفلوس اللي عليه زادت، فهو طبعا هيبقى يتحط فين؟ في الجانب المدينة. تبقى من حسابات الجارية المدينة. طبعا لما انت تاخد مني فلوس، الخزينة بتاعت البنك هتقل، يبقى الخزينة هتنزل تحت في الحساب الدائم، تبقى إلى حساب الخزينة. دي في السحب بالنسبة للمدين، اللي هي الحسابات الجارية المدين. طب تعالى نشوف الداينة. لما واحد ليه فلوس في البنك ويجي يسحب فلوس من فلوسه، يبقى حسابه في البنك هيقل. وطبعا الحسابات الجارية الداينة طبيعتها داينة. زادت هتفضل داينة، قلت يبقى هتبقى هتعكس طبيعتها، هتبقى مدين. هتبقى من حساب الحسابات الجارية الداينة إلى حساب الخزينة. طبعا الخزينة ليه؟ لأن هو خد فلوس، فالخزينة بتاعت البنك هتقل. تمام، ده بالنسبة للسحب. تعالى بقى نشوف الفوائد. الفوائد بالنسبة للحسابات الجارية المدينة، احنا قلنا قبل ما نخش على الحسابات، قلنا ان ان الحسابات الجارية المدينة دي عملاء واخدة قروض من البنك، اللي هو المقترض. تمام. هو البنك بيديله قرض وبياخد منه بياخد منه فوائد. تمام. لما البنك بياخد منه فوائد، دي بالنسبة للبنك ايراد. وطبعا الايرادات بالنسبة للبنك الايرادات بالنسبة للبنك تتحط في الجانب الدائم. تمام، هي الايرادات طبيعتها داينة. فهو هتبقى من حساب الحسابات الجارية المدينة. خدنا من مين؟ من العملاء، اللي هو الفلوس اللي عليهم زادت. يعني هو عليه 10,000 ومثلا عليه فايدة 1000 جنيه، يبقى في ال1000 جنيه يتحط على 10,000، فهي طبيعتها أصلا مدينة، هتبقى مدينة كمان. هتبقى من حساب الحسابات الجارية المدينة إلى حساب إيراد الفوائد. ده طبعا إيراد فوائد، ده فلوس داخلة للبنك. وطبعا عارفين إن الإيرادات في الجانب الدائم، لأن هي طبيعتها دايما. إلى حساب إيراد الفوائد. طب تعالى نكفله. هتبقى من حساب إيراد الفوائد إلى حساب أرباح وخسائر. طبعا ده بيروح في جانب الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر. طب هو هنا دائن، هيبقى مدين. عشان نقفله يبقى مدين نحط أرباح وخسائر. تمام، ده بالنسبة الحسابات الجارية المدينة في الفوائد. طب تعال نشوف الداينة، اللي هم أصحاب الحصالات. طبعا معروفة إن أي واحد بيحط فلوس في البنك بياخد هو الفوائد، مش إن هو مثلا اللي بيدفع فوائد، لأ. انت ليك فلوس في البنك، فانت كمان بتاخد فوائد على فلوسك اللي في البنك. تمام، تعال نشوف بقى القيود اللي هتتعمل. طبعا الفوائد دي بقى اللي انت بتاخدها من البنك، بالنسبة للبنك مصروف مش ايراد. يعني البنك اللي بيدفع لك المصروف ده بيديك الفايدة بتاعتك. تمام، هتبقى من حساب مصروفات الفوائد، اللي هو الفايدة اللي البنك دفعها لك على فلوسك، إلى حساب الحسابات الجارية الداينة. طبعا هنا فلوسك، انت ليك حساب في فلوس، فجالك عليه فلوس، فهو هيفضل دائن. هو طبيعته دائن، لما يزيد هيبقى دائن. هتبقى من حساب مصروفات الفوائد إلى حساب الحسابات الجارية الداين. طب تعالى نقفله على طول.
هو هنا مدينة ينزل في الدائن ويتقفل فين؟ في حساب أرباح وخسائر. تمام. ده بالنسبة للفوائد. مصروفات وعمولات، يقولك المصروفات والعمولات بالنسبة للعميل، أما بالنسبة للبنوك إيه؟ إيراد. يعني المصروفات والعمولات دي بالنسبة للعميل اللي هو اللي هيدفعها، إنما بالنسبة للبنوك إيراد. زي ما قلنا إن المصروفات سواء على رأي الدكتور، إن لو البنك أنت عايز تدخل الحمام هيدخلك، مفيش فيها كلام، اللي هو سواء أنت هتاخد قرض هتدفع عمولات، سايب فلوسك عندي هتدفع عمولات برضه، لازم هكسب من ناحيتي. تمام. طبعا طالما هتدفع عمولات يبقى العمولات دي يبقى العمولات دي بالنسبة للبنك إيراد، وطبعا إيراد هتبقى في الجانب الدائن، يبقى من حساب الحسابات الجارية المدينة إلى حساب مصروفات وعمولات. تمام. تعالى نقفل المصروفات والعمولات. هنا دائن هتبقى مدين ونقفلها في أرباح وخسائر. طبعا المصروفات والعمولات دي إيه؟ إيراد بالنسبة للبنك. وهنا كمان نفس النظام، اللي هو الحسابات الجارية الداينة إلى حساب مصروفات وعمولات. كده كده انت سواء مدين مقترض سواء دائن أصحاب حصالات هتدفع مصروفات وعمولات. تمام. عشان مش حد يقول لي انت هنا حطيت دي في الجانب المدين وحطيتها هنا في الجانب المدين ليه. كده كده البنك بياخد العمولة من الاتنين. تمام. الإقفال نفس الكلام، نفس القيد، اللي هو هنا دائن هينزل مدين إلى حساب أرباح وخسائر. هنا كذلك نفس الكلام. تمام. تعال نشوف بقى مثال مع بعض يوضح الدنيا. يقول لك مثال: بلغت جملة الإيرادات البنكية يوم 1/1 100,000 جنيه. هناك 60,000 جنيه أودعهم لحسابات الجارية الداينة، و40,000 جنيه لحسابات الحسابات الجارية الإيه؟ المدينة. تعالوا ناخدها واحدة واحدة، نشتغل واحدة واحدة، ولا نقرأ المثال كامل؟ نشتغل واحدة واحدة أحسن. بيقولك بلغت جملة الإيرادات البنكية يوم 1/1 100,000. هناك 60 أودعهم الحسابات الجارية الإيه؟ الداينة، و40 لحسابات الجارية المدينة. يعني الحسابات الجارية الداينة أودعوا 60، والمدينة أودعوا 40. يعني هنا أول قيد اللي هو الإيداع. تمام. سواء شفت أول حاجة الإيداع، الحل ده بقى يا شباب الإيداع. تمام. قبل ما نبص على الكود هنا، تعالى هنا نرجع تاني اللي هو إيه الإيداع في الحسابات الجارية المدينة. قلنا هنا طبعا سواء مدين جاب فلوس الخزنة زادت، وهنا كذلك أصحاب حصالات دائن لهم حسابات في البنك جاب فلوس الخزينة ايه بتاعت البنك زادت. طب تعالى هنا، هو هنا نفس القيد هنا، طب تعالى نجمعهم في قيد واحد عادي. هتبقى من حساب الخزينة اللي هم 100,000 إلى مذكورين الحسابات الجارية المدينة والحسابات الجارية الدين. طبعا هتقول لي طب انت حاطط 60 و40 ليه؟ طبعا تعالى هنا في المثال يقول لك هناك 60 أودعهم حسابات الجارية الايه الداينة، و40 لحسابات الجارية المدينة. بس الموضوع بسيط. تمام. تعالى كمل المثال. يقول لك بلغت جملة المسحوبات 70,000، ومنها 30 لأصحاب الحسابات الجارية الإيه الداينة، والباقي لحسابات الجارية الإيه المدينة. تمام. نقف هنا. بلغت جملة المسحوبات، يبقى إيه؟ عندك مسحوبات 30 سحبهم اللي هم أصحاب الحسابات الجارية الداينة، والباقي لحسابات الجارية المدينة. طالما 30 سحبهم حسابات الجارية الداينة، يبقى الإيه المدينة من 70 هيبقى فاضل لها كام؟ ده 40. هو طبعا ما قالكش، مش لازم يقول لك 40، يعني هو قال لك منها 30 لأصحاب الحسابات الجارية الداينة، يبقى الباقي حسابات الجارية اللي هو المدينة، اللي هم الباقي من إيه؟ من مين؟ من 70. تمام. تعالى بقى نثبت قيد السحب. تعالى هنا الأول نرجع تاني السحب. قلنا لما الحسابات الجارية المدينة يجي يسحب، لما يسحب فلوس الفلوس اللي عليه بتزيد. هي طبيعتها، هي الحسابات الجارية المدينة طبيعتها مدينة، زادت هتفضل مدينة. هو سحب فلوس فزود الفلوس اللي عليه في البنك، تبقى من حساب الحسابات الجارية المدينة. وطبعا الخزينة بتاعت البنك قلت، هتبقى إلى إيه؟ الخزينة. وتعالى هنا نفس الكلام في اللي هو مين؟ في اللي هو الحسابات الجارية الداينة. لما أصحاب الحصالات يسحبوا فلوس من فلوسهم،
يبقى الخزينة بتاعت البنك هتقل، هيبقى الخزينة في الجانب الدائري. طب والحساب المدين اللي هتحط ايه؟ اللي هما الحسابات الجارية الايه الداينة، لان هي كانت طبيعتها داينة. لو زادت داينة لكن هي قلت لانه خدوا فلوس منها، فهتطلع في الجانب الايه المدين. طب هما هنا نفس هنا، تعالى نعملها قيد واحد وخلاص. يبقى السحب من مذكورين. حساب الحسابات الجارية المدينة والحسابات الجارية الداينة، ده سحب 40,000 وده سحب 30,000، إلى حساب الخزينة. الخزينة اللي اتسحب منها الكام؟ 70,000. تمام، مفيش أي مشاكل. تعال نكمل مثال. يقولك بلغت جملة الفوائد المسحوبة والمضافة 10,000 جنيه، منها 2000 تخص الحسابات الجارية المدينة، وبلغت جملة المصاريف والعمولات. لأ، هنقف لحد هنا. يقولك بلغت جملة الفوائد والمسحوبات والمضافة 10,000، منها 2000 تخص الحسابات الجارية الايه المدينة. يبقى انت بقى عندك 8,000 تخص الحسابات الجارية الايه الداينة. تمام، دي ايه الفوائد. تعال افكركم بهنا قبل ما نحل. هنا لما قلنا عن الفوائد، لما قلنا جينا في الحسابات الجارية المدينة، قلنا الفوائد اللي احنا بنحصلها من العملاء اللي هم الحسابات الجارية المدينة، العملاء المدينين اللي عندنا يعني، احنا ادينا لهم قرض. لما بنيجي نحصل منهم فوائد، احنا اللي بنحصل فوائد، فبالنسبه لنا ايراد. اما بالنسبه للدائنين اللي هم اصحاب الحصالات اللي هم فاتحين عندنا حسابات حاطين فيها فلوس، لما نيجي احنا اللي بنديهم فوائد، البنك اللي بيديهم فوائد، مش البنك هو اللي بياخد منهم. تمام، تبقى هنا ايراد بالنسبه للبنك، لكن هنا مصروف بالنسبه للبنك. تعال نحل واحده واحده. اول حاجه نتكلم عن ايه؟ يقول لك 2000 جنيه تخص الحسابات الجاريه المدينه. تمام، تعالى بقى نتكلم عن الفوائد. بيقول لك 2000 تخص الحسابات الجارية المدينة، بدأ إيراد بالنسبة للبنك، هتبقى من حساب الحسابات الجارية المدينة إلى حساب إيراد الفوائد. أدي ال2000 وأدي ال2000. تعالى نقفله على طول، ننزل ده. هو هنا دائن نجيبه مدين ونقفله في أرباح وخسائر. تمام. أما طب بالنسبة بقى للدائنين اللي هم الحسابات الجارية الداينة، البنك هو اللي بيدفع لهم فوائد، فبالنسبة للبنك مصروف. تمام، هتبقى من حساب مصروفات الفوائد إلى حساب الحسابات الجارية الإيه الداين. 8,000 اللي باقيين طبعا من ال10، والإقفال هتقفل مصروف الفوائد هنا في الجانب المدين، هتجيبه في الجانب الدائن وتقفله في أرباح وخسائر. تمام. هتقولي جبت ال8,000 منين؟ وقال لك إيه؟ 10,000، اللي هو بلغت جملة الفوائد المسحوبة 10,000، منها 2000 تخص حسابات الجارية المدين، يبقى الداينة 8,000. تمام. بلغت جملة المصاريف والعمولات المفروضة على الحسابات الجارية 3,000، منها 2000 تخص الحسابات الداينة، يبقى 1000. يبقى فاضل 1000 يخص الحسابات الإيه المدينة. طبعا قلنا هنا إن مصروفات العمولات سواء عميل، سواء مدين سواء دائن، انت كده كده دي ايراد بالنسبة للبنك، هتدفعه يعني هتدفعه المصروفات والعمولات. تمام، تعالى نعمل المذكورين وخلاص، لأن هو قيد واحد. هتبقى من مذكورين حسابات الجارية المدينة اللي هو ال1000، وحسابات الجارية الداينة اللي هي ايه ال2000، إلى مصروفات وعمولات 3000، وأقوم قافلها في حساب الأرباح والخسائر. مصروفات العمولات هي هنا دائنة تيجي بمدين وتدفع في أرباح وخسائر. طب تعالى بقى نشوف الأثر على ايه، على الميزانية وقائمة الدخل. أول حاجة الميزانية. تعمل الميزانية، حساب الميزانية. هنا الأصول، طبعا عارفين إن هنا الأصول أنا هقول الملكية والالتزامات. في الأصول تعال نشوف ايه اللي في الأصول. طبعا أول حاجة خالص في أول قيد الخزينة. طبعا الخزينة في جانب الايه الأصول. أدي الخزينة، ما تحطش الرقم على طول، يعني هنا مثلا 100,000، ما تحطش ال100,000 على طول. تمام، واحدة واحدة. هي هنا 100 عشان خاطر احنا لسه هنبص على القيود كلها، فواحدة واحدة عشان ما تتلبخش. هنا الخزينة ب100. تمام، نقوم جايين تحتها كده وفاتحين قوس وكاتبين ايه ال100. ادي ال100. طبعا مش لازم اكتبها 100,000، يعني هي 100، انتوا عارفين ان هي 100,000. تمام. تعال ندور على الخزينة تاني. هنا كمان الخزينة، هنا طبعا بالموجب لأن الخزينة زادت ب100,000، حطيناها 100,000.
نشوف الحساب اللي بعده. في هنا خزينة، في هنا خزينة بس في الجانب الدائن، فالخزينة قلت ب70,000. تمام، يبقى ناقص 70,000. يبقى ناقص ايه؟ 70. يبقى 100 ناقص 70. تعال نكمل. هنا خزينة، ما عادش فيه حساب في خزينة. تمام، عايز تقفلها على طول. ادي ال100,000 ناقص 70 هيبقى فاضل 30,000. ادي ال30,000 هم كاتبهم. تمام، ارجع تاني. عندك الحسابات الجارية المدينة هنا في الجانب الدائن. تمام، ب40,000. تقوم جاي واخد ال40,000. طبعا عندك حساب اللي هو الحسابات الجارية المدينة في الجانب الدائن، فدي بالنسبة هي كده طبيعتها مدينة. هي الحسابات الجارية المدينة طبيعتها ايه؟ مدينة. فطبعا هي في الدائن، فهناخد ال40,000 بالسالب. ادي 40,000 سالب 40,000. طب مش هنكتب 40,000، -40. تمام، دور تاني على الحسابات الجارية المدينة. عندك أول حاجة هنا حسابات الجارية المدينة في الجانب الإيه؟ المدين. 40,000، يبقى ناخد ال40 بالموجب أهو، زائد 40. كمل. عندك هنا حسابات جارية مدينة في الفوائد 2، 2000 يعني. الحسابات الجارية المدينة في الجانب الإيه؟ المدين، يبقى بالموجب زائد 2. تمام، كمل. عندك هنا حسابات جارية مدينة مفيش، أو الحسابات الجارية لأ دي داينة. تمام، كمل. من مذكورين عندك الحسابات الجارية المدينة في الجانب المدين. 1000 جنيه تبقى زائد 1000. اجمع. ال40 طبعا هتروح مع ال40. عندك الاتنين زائد زائد الواحد هتبقى 3000. الحسابات الايه؟ الجارية المدينة. تمام، كمل. عندك الحسابات الجارية الداينة. طبعا ده بجانب الالتزامات في الميزانية. نيجي هنا في الالتزامات الحسابات الجارية الايه؟ الداينة. تعالى هنا 60,000. طبعا هي في الجانب الايه؟ الدائن، والحسابات الجارية الداينة طبيعتها داينة، فلما تبقى في الدائن تتاخد بالموجب. ادي ال60 هناخدها بالموجب، 60 بالموجب. كمل. عندك حسابات الجارية الايه؟ الداينة. 30,000 دي في الجانب المدين، فطبعا قلت لأن هي طبيعتها داينة. لما تقل بتطلع مدينة. ادي ال30 ناخدها بالسالب، ادي -30. تمام، كمل. عندك هنا حسابات الجارية دي المدينة. كمل. الحسابات الجارية الداينة هي هنا في الجانب الدائن، يبقى ناخد ال8000 بإيه؟ بالموجب زائد 8000. تمام، كمل. مذكور حسابات جارية داينة في الجانب المدين. 2000 هتتاخد بالسالب، -2. اجمع. 60 ناقص 30 ادي 30، زائد 6. طبعا دول 6، يبقى 36,000. ادي ال36,000. تمام، كمل. هل في لسه في حساب؟ كده احنا خلصنا يعني. تعالى هنا. تمام، هل إيراد الفوائد بتحط في الميزانية؟ لأ طبعا. ده الإيرادات والمصروفات بتحط فين؟ زي ما قلنا في قائمة الدخل. فانت تقوم فاتح قائمة الدخل. طبعا انت لسه ما تقفلتش الميزانية، ما تقفلهاش. تعمل قائمة الدخل. هنا جانب الإيرادات وهنا المصروفات، لأن انت عندك صافي قائمة الدخل بيروح فين؟ سواء ربح أو خسارة بيروح فين؟ في حقوق الملكية، عشان الميزانية تبقى مظبوطة. قائمة الدخل عندك إيرادات ومصروفات. تعال نشوف الإيرادات. عندك في الفوائد، عندك إيراد الفوائد. قلنا دي بالنسبة للبنك إيراد، فبتحط في الإيرادات. عندك 2000 إيراد فوائد 2000. تمام، كمل. قفلنا. تمام. مصروفات الفوائد، ده مصروفات الفوائد. ده بالنسبة للبنك مصروف دفعه لمين؟ الحسابات الجارية الداينة، يبقى ده بتحط في المصروفات. اللي هي المصروفات الفوائد تيجي في المصروفات الفوائد اللي هو المصروفات 8000. طب قوس كده اللي هي ايه؟ بالسالب يعني. كمل. المصروفات والعمولات. قلنا المصروفات والعمولات سواء حسابات جارية مدينة حسابات جارية داينة ايه؟ هي بالنسبة للبنك إيراد. كانت بكام؟ المصروفات والعمولات ب3000. نيجي في جانب الإيرادات مصروفات وعمولات 3000. هل لسه في قيود؟ ما عادش. تمام، تعالى بقى هنا.
اجمع الإيرادات 5000، المصروفات اجمعهم. عندك هنا 8000، هاتها هنا عشان نطرحهم من بعض يبقى فاضل كام؟ 3000 بالسالب. تمام تمام. 3000 بالسالب دول ليه؟ دول الإيرادات بتاعتك 5000 ومصروفاتك 80. فانت كده لسه ايه؟ في 3000 مصروفات بالسالب، فانت هتطلعها اللي هو صافي ربح او خسارة. عايز تكتبها صافي ربح تمام، عايز تكتبها صافي خسارة تمام، مش هتفرق. اهم حاجة انك تطلعها في حقوق الملكية هنا صافي ربح وخسارة 3000. تمام. رصد الميزانية. رصد الميزانية عندك هنا 30,000 وهنا 3000، هتبقى 33,000. تمام. تعالى هنا، عندك هنا -3 وعندك هنا 36,000. طبعا دي -3 هتشيل من هنا 3000، هيبقى 33,000. كده تمام، حلنا مظبوط، الميزانية مظبوطة، وخلصنا قائمة الدخل، وكده خلصنا المثال. ويا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا إن شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.